السلام عليكم. أنا من 4 أيام دخلت معكم وأنا شيعية وبضم صوتي لصوت المرتدات، وبحب وجه بس سؤالي للشيعة الموجودين، خصوصا للموتوريلا أو نوكيا ما بعرف، ولموسى ولهيداك بلاك هارت. أنا شيعية وهلا أراكم تكذبوني مثل ما كذبتوا في المرتدات، لأنه أنا من سكان الضاحية الجنوبية بلبنان، وبحب لكم انه انا خلقت يعني مش حارجع اعيد من نفس الموضوع، بس انا كنت ضلوا يقولوا لنا انه لازم تكرهوا عمر ولازم تكرهوا، ما حدا يسمي عمر، وبفتش ببيت اي شيء ممنوع نحن نسمي عمر، اصلا حرام نسمي عمر لانه عمر يعني ما منيح، لازم نلعنه وكذا. وانا صراحه حابه اوجه لكلمه جدد، كيف خليت اهلك يهتدوا عشان عن جد تخلي اهلي يهتدوا مثل اهلك، لأنه أنا الحمد لله يعني أنا من 4 أيام كنت لعندكم وأنا عم فوت على غرف شيعية مثل الحسينية في لبيك يا حسين وما بعرف شو، وعم بيطردوني دغري لأنه عم بحاول ناقشهم ما عم بيناقشوني، عم بيطردوني دغري. وهي الغرفة صراحة كثير محترمة وأنا عم بسمع إلي 4 أيام بسمع أسئلتكم بسمع آرائكم، وعم جد يعني ما في شيء عم بيطلع ما عم بيعرف يجاوب شو بده يجاوب عليكم صراحة. ولو جبتوا هلا الخميني ويناقشكم أنتوا أقوى منه حتكونوا. وبوجه هيدي شغله لهدول الشيعة الموجودين، بدي اسالهم اذا الخميني والسيستاني والصدر والحكيم الله سبحان الله هداهم فجاه وصاروا سنه، شو بتعملوا انتم للشعب العادي؟ وانا ان شاء الله انا عن جد بقول لكم انا بس هلا بالوراق شيعيه، بس انا ضمنا وكل شيء انا سنيه. وشكرا كثير والمايك لكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر كبيرا. جزاك الله خير وحياك الله أختنا، وأنت إن شاء الله بين أهلك، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالهداية والثبات على الحق، وأن يهدي من علم سبحانه وتعالى بقلبه خيرا وهداية. وترى أقول لك حاجة يعني بارك الله فيك، أن السيستاني لو أجى وسأل ترى عنده إجابة صدقا، يعني أنا أقولها بكل صدق، عنده إجابة لأي سؤال يطرحها، يعني نسأله أو يطرحها أهل السنة والجماعة. تعرفوا شو السؤال؟ الإجابة تعرفوا شلون الإجابة؟ هذه هي إجابته، مثل البث لما ينتهي هذه هي إجابته.